النهارده هاوريكم ازاي نعمل وصفة لدبابيس الفراخ طعمها حلو قوي وشكلها شهي جدا. الدبوس كده بيبقى مقلبص وحاجة كده محترمة وتشبع. بس قبل ما نبدأ فيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وفي البداية عندي حلة أو في كسرولة فيها مية مغلية، بضيف بصل وفلفل وطماطم وورق لوري وعود كده من القرفة، وكمان نص مكعب من المرقة وفلفل أسود وكمون، وكمان ملح، وبحط نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. وعندي الفراخ بغسلها كويس جدا وبحطها بقى في المية اللي احنا جهزناها ليها دي. باخد الفراخ وارفعها على النار واسيبها تتسلق سلقة كاملة لحد ما تستوي تماما. في الوقت ده بنقشر البطاطس وبنغسلها كويس ونقطعها لمكعبات كده متوسطة. بنبتدي بقى ناخد البطاطس اللي احنا قطعناها دي ونحطها في مية وعليها معلقة صغيرة من الملح، وبنرفع البطاطس دي على النار ونسيبها هي كمان تتسلق. وهنا الفراخ بعد لما استوت معايا وبقت تمام والعظم كمان فصل عن اللحم، بصفيها بقى من الشوربة وباخدها أشيل منها الدهن، وببتدي بقى أفصص اللحم بالطريقة دي كده وأشيل العظم ده على جنب. الفراخ بقى تقدروا تفرموها في الكبة وتقدروا تفرموها بالسكينة زي ما أنا عملت كده. المهم نفرمها فرم ناعم سواء في الكبة أو بالسكينة علشان ما تفكش معانا. تمام قوي كده لحد ما نوصل للشكل ده. في طبق بنحط البطاطس بعد لما بنصفيها من المية بتاعتها ونبدأ نهرسها بالطريقة دي كده، وبنبتدي نجيب الفراخ نضيفها على البطاطس، وبنحط كمان كوباية من الجبنة الموتزاريلا وممكن تستغنوا عنها خالص. وبنبتدي نضيف التوابل من كل حاجة نص معلقة صغيرة، بنحط كركم وتوم بودرة وكاري وفلفل اسود وبابريكا وكمون وبصل بودرة وشطة وكمان ملح، وممكن تزودوا كده رشة من الزعتر لو حابين. علشان البطاطس والفراخ يبقوا متماسكين معايا اكتر بحط اقل من ربع كوباية من البقسماط، وببتدي ألم الكلام ده كله مع بعض كويس لحد ما يشكلوا معايا قطعة واحدة، أو لحد ما آخد قطعة من العجين كده في إيديا وألاقيها متماسكة وكل حاجة داخلة في بعضها بالشكل ده كده. وببتدي أشكل البطاطس والفراخ دي، بجيب العظم اللي أنا كنت شايلاه على جنب وببتدي آخد قطعة من العجين كده وأشكلها على العضماية بالطريقة دي كده لحد ما تبقى عندي على شكل دبوس مقلبص كده شوية. قولولي بقى الدبابيس دي شكلها بيفكركوا بإيه؟ أنا عن نفسي لما جيت عملتها فكرتني بالدبوس اللي كان ماسكه توم في توم وجيري. أكدولي بقى في الكومنتات أنا صح ولا غلط. بنخلص الكمية كلها بالطريقة دي كده، واتبقى عندي شوية من البطاطس والفراخ عملت بيهم الكتاكيت الصغيرين دول، وبنسيبهم بقى على جنب دلوقتي لحد ما نحضر الكفر الخارجي اللي هنحطه على الدبابيس من بره. عندي بيضة عليها ربع كوباية من المية ورشة من الفلفل الأسود وبخفقهم كده مع بعض كويس جدا، وعندي كمان دقيق وبقسماط، وحاولوا ما تزودوش كمية الدقيق والبقسماط علشان ما يتبلوش ويترموا خسارة. الأول بقى بناخد الدبوس ونحطه في البيض وبعدين بنحطه في الدقيق، بنغلفه كويس جدا بالدقيق وبعدين بنرجع نحطه في البيض تاني، وبعد كده بنحطه في البقسماط، وده كده بيبقى شكله. ممكن تحطوهم في الفريزر ساعة أو نص ساعة لو مش مستعجلين، وممكن تقلوهم على طول. أنا عن نفسي قليتهم على طول وما حطيتهمش خالص في الفريزر وكانوا متماسكين وزي ما انتوا هتشوفوهم دلوقتي. بنبتدي ناخد الدبابيس دي على زيت سخن، يا دوب الدبوس معانا ياخد دقيقتين كده على كل جنب، كل حاجة عندنا مستوية، احنا يا دوب بنسوي الجبنة وكمان بنخلي الدبوس كده محمر وشكله حلو من بره. بنحمر كل الكمية بنفس الطريقة وبس كده وصفتنا اللذيذة بقت جاهزة، وبنقدمها بقى بالطريقة اللي بنحبها.
أنا عملت معاها مكرونة سباكيتي بالصلصة الحمرا، وكمان قدّمت معاها شوية من الكاتشب والمايونيز. الوصفة دي بجد طعمها حلو أوي وشهية كده وشكلها بجد يفتح النِفس. وعلى فكرة مش شرط إن أنتم تعملوها على العضم بتاع الدبابيس خالص، ممكن تصبّعوها على شكل كفتة كده وتحمّروها بنفس الطريقة، هتبقى معاكم حلوة أوي وهتعمل معاكم كمية كمان كويسة. أتمنى تجرّبوا وصفة النهارده وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. مع السلامة يا حلوين.